السلام عليكم، ازيكم؟ ورجعنا لكم تاني من مطبخنا. بنقدم لكم احلى الوصفات، وهي وصفه صينيه اجنحه الفراخ بالبطاطس. وجبه متكامله، والاطفال تعجبهم قوي، والاجنحه دايبه وطعمها تحفه. يعني هوريكم شكل الجناح حالا يا جماعه، خطير. شايفين عامل ازاي؟ وباللمعه كده بتاعه التوابل والهريسه والزيت الزيتون، بينقلها في حته تانية. مع بعضينا كده نشوف مكونات الوصفه. محتاجين حوالي كيلو وربع أجنحة، وممكن نزود حسب أفراد الأسرة. 4 حبات بطاطس متقطعين بشكل بقى اللي تحبيه، عايزة تقطعيه ترانشات، تقطعيه صوابع. ودي بصل جوانح، ومعلقتين مع المعجون اللي هو دبس الفلفل. ودي ترانشات ليمون. وطبعا معانا لازم الثوم أساسي، ثوم مهروس، ودبس الرمان، وزيت زيتون، وطبعا ملح وسماق وجنزبيل ناعم والكزبرة. الكزبرة مش باينة معانا في المكونات. وطبعا فلفل اسمر. اول حاجه في الصينيه، كلها في صينيه واحده، هحط البطاطس بتاعتي الترانشات. انا مقطعه كده زي ايه، زي الشيبسي كده، تبقى شكلها عسول. وحطيت البصل الجوانح، وهضيف دبس الفلفل، والثوم المفروم حوالي 4-5 فصوص ثوم، وترانشات الليمون. والليمون دلوقتي متوفر ورخيص. واجنحه الدجاج بتاعتنا، هضيف كل الكميه على صينيه البطاطس. هبدأ بقى احط البهارات بتاعتي. هحط الملح حسب يعني حدق كل واحد. انا بحط معلقه ملح كبيره على الكميه دي. والكزبره الناشفه. الكزبره الناشفه بتبقى حلوه قوي مع الفراخ، يعني اي طريقه فراخ حط عليها كزبره ناشفه. ومحتاجه رشه الجنزبيل بتاعتنا حوالي معلقه صغيره، ما تكتروش قوي من الجنزبيل. والسماق بقى محتاجين معلقتين سماق، عشان هو اللي هيدي الطعم واللون لأجنحة الدجاج. وطبعا زيت الزيتون لو متوفر، لو مش متوفر ممكن نحط زيت عادي. ممكن نطعمه مع الزيت العادي، معلقه سمنه بلدي تعويضا يعني عن زيت الزيتون. ومحتاجين معلقتين من الدبس الرمان. عايزه تزودي دبس الرمان مفيش اي مشكله. وهبدا بقى اقلب كل المكونات دي مع بعضها، وانا بقلب احاول ادعك الليمون عشان ينزل العصاره بتاعته، وينزل النكهه اللي بتبقى موجوده في القشر. هدعك دعك جامد كده، بحيث ان النكهات كلها تدخل مع بعضيها وتاخد من بعضيها، زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده يا جماعه بقى، انا مش هسيب الليمون. انا قلت لكم ان انا هبدا اشيل الليمون، قشر الليمون من الصينيه. هلم قشر الليمون واحاول اعصره كويس قوي، بس مش هسيبه عشان ما يمررش. شايفينها بقى؟ وابدا اظبط الصينيه بتاعتي كده. احط بقى الجناحات كده، احطها على الوش وادخلها في الفرن. هغطيها، ممكن نغطى بورق زبده وبعد كده ورق الومنيوم، بس انا الصراحه كانش عندي ورق زبده فغطيتها بورق الومنيوم بس. وندخلها في الفرن، ما بتاخدش كتير لان الاجنحه ما بتقعدش كتير، لحد ما الاجنحه والبطاطس تستوى. البطاطس استوت يبقى خلاص الصينيه استوت. هرفع بعد ما تستوى، هرفع الورق الالومنيوم واشغل الشوايه عشان تاخد وش من فوق. وده الشكل النهائي يا جماعه. ريحتها معبقه البيت، وريحتها تحفه وطعمها تحفه. يعني جربوها وهتدعوا لي ان شاء الله، وبالف هنا.